أهل الشام كانوا يطعنون في علي طعنا شديدا ويسبونه ويفسقونه عياذا بالله، وكذلك يعممون الطعن في آل البيت ويلعنونهم على المنابر، حتى إن معاوية عفى الله عنه وتجاوز الله عنه في هذا الصدد كان يقول لسعد بن أبي وقاص كما تقدم: ما يمنعك أن تسب أبا التراب، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يمنعني من ذلك أن عليا فيه 3 خصال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت لي خصلة منهن ما عدلتها الدنيا بما فيها، وكما قال. فالشاهد أن معاوية كان يأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما بأن يسب عليا، وامتنع سعد. فهؤلاء النواصب يسبون عليا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب عليا فقد سبني. يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، هذا كافر مرتد يخرج من الملة بمجرد السب.